سلام الله عليكم وأمسية سعيدة على الجميع. مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، وأنا دائما كنكون سعيدة بالتواصل معكم. كنقول لكم مرحبا مرة أخرى في فيديو جديد اللي نتمنى إن شاء الله يلقاكم في أتم الصحة والعافية. أفكار جديدة اللي غادي تعجبكم إن شاء الله، كنتوا بعض منها بغيتوها، كانت عبارة على استفسارات، وأفكار أخرى غادي نشاركها معكم باش هكا تستافدوا حتى نتوما منها. إلا كنتيو أول مرة كتشوفوا القناة كنقول لكم مرحبا بكم، واكيد الى عجبتكم نتمنى ان شاء الله تشتركوا فيها باش هكا ان شاء الله توصلوا بكل جديد. والفكره الاولى، اكيد بعض المرات كنمسحوا التلفازه ديالنا وكيبقاو فيها لي تراس ديال المسيح، خصوصا الا كان واحد التوب الجوده ديالو ما مزياناش، يعني كيبقى داك التراس ديال المسيح. التدبيره كيفاش نتهناو من هذا المشكل هي اننا كناخذوا التويب اللي كنمسحوا به، يعني النضيضرات ديالنا ولا الزاج ديال النضاضر كيكون رطب وكتكون الجوده ديالو زوينه، كنبللوه بشويه ديال الماء، كنحاولوا ما امكن اننا ندخلوا ليه داك الماء ومباشره كنمشيو نمسحوا التلفازه ديالنا. الا جربتي هاد التدبيره غادي تشوفي وجهك فيها، تدبيره بسيطه غادي تنفعكم بزاف بزاف. واكيد بالنسبه للاخت اللي سولتني على كيفاش نقدروا نحيدوا الكالكير من الغلاي العادي، خصوصا الا كنتو في بلايص كيكون الماء ديالها فيها الكالكير بزاف، هنا اخواتي التدبيره هنا غادي نشارك معكم سهله وبسيطه. كناخذوا شويه ديال الماء وشويه ديال الخل وواحد القطعه ديال الحامض، كنخليوها كتطبخ حتى داك الماء ما كيبقاش فيه يعني الماء بزاف، ومن بعد كنخليوه يدفى وكنكبوه وكنجيبوا واحد يعني جاكس اللي كيكون خفيف، ماشي داك الحرش، كيكون واحد الرطب، وكندوزو تدويزه خفيفه. وكما كتشوفوا جميع الرواسب اللي كتكون عالقه لينا في الابريق كتحيد، جربيها وردي عليا. والتدبيره المواليه، بعض المرات اخواتي كيكون عندنا بعض الاوساخ عالقه لينا تحت المصبانه ديالنا ولا تحت الغساله ديال الاواني ديالنا، وما كنلقاوش كيفاش نديروا ليها، خصوصا الا ما كانتش عندنا المكنسه الكهربائيه. الحيله بسيطه، علاش ما نديروش حتى حنا واحد المكنسه يدويه كتحيد لينا جميع الاوساخ. كناخذوا على لقه ديال الحوايج كنلبسوها بواحد اباموسه ما بقيناش كنستعملوها، وكنجبدوا يعني في البلايص ولا دوك الركان اللي كتكون عندنا صعيبه باش اننا نحيدوا الغبره. كما كتشوفوا جميع الزوائد وجميع الغبره اللي كتكون عندنا كتسيب بكل سهوله. وهنا غادي نشارك معكم واحد الطريقه اللي تقدروا حتى نتوما يعني تعتمدوها. بعض المرات كتكون عندنا قنينه ديال الزاج نظفناها وكيكونوا باقين فيها بعض الاثار ديال الزيت، هنا كتاخذوا واحد شويه ديال كلينكس ولا الورق ديال المطبخ وكنديروه في ديك القنينه، كنضيفوا لها واحد شويه ديال سائل الاواني، ومباشره كنضيفوا لها شويه ديال الماء، من الاحسن انه يكون دافي، وكنبقاو نديو نجيبوا الميزه ديال داك الورق ديال المطبخ ولا كلينكس هو انه كيحيد لينا دوك الرواسب اللي كتكون عالقه لينا. وكما كنعرفوا هو رطيب افوا كيوصلوا الماء كيتحيد بكل سهوله. كنشللوها وشوفوا لي اللمعه اللي كتولي لينا في القريعه. جربي هاد التدبيره الا كانوا عندك الاثار ديال الزيت فيها. وكيفاش نقدروا نحيدوا الكحوله اللي كتكون عندنا في المقالي بلا مجهود بلا تماره؟ هنا كتاخدي اي نوع ديال الصابون عندك لاله كتبشريه وكتجيبوا جيكس، هذا النوع هذا اللي كيكون رطب وما كيطلقش الكحوله. واكيد ديروا الليغات باش تحافظوا على اليديات. كنديروا واحد شويه ديال الصابون وكنجيبوا سواء جيكس اللي كيكون هكا في شيته ولا جيكس عادي، وكنبقاو نحكوا جميع الرواسب ولا ديك الكحوله ولا الحروق اللي كتكون عندنا تحت المقالي ديالنا كتحايد من فركه وحده. كما كتشوفوا تدويزه وحده وهانتي تهنيتي الرواسب اللي كتكون عندك. وهنا اخواتي غادي نشارك معكم طريقه اللي تقدري تعقمي وتنظفي بها يعني سطح العمل، خصوصا ديال الخشب. كنديروا خميره ديال الحلوى ولا بيكربونات الصود وكنبقاو نحكوا بواحد نص حامضه حتى داك البيكربونات كتذوب لينا ولا ديك الخميره ديال الحلوى كتذوب لينا. من بعد كنشللوها بالماء وكنمسحوها بتويب، وهكا كتكونوا نظفتوا يعني سطح العمل ديال الخشب ديالكم ولا ديك القراده ديال الخشب ديالكم. وهنا غادي نشارك معكم الخلطه اللي سولتوني عليها بزاف، كيفاش نقدروا نمسحوا الزرابي بلا ما اننا يعني نغسلوها بالماء. طريقه بسيطه وشاركتها معكم ماشي مره ماشي جوج. كتاخدي اي نوع ديال الصابون اللي كيكون حليبي، كنركز على حليبي،
ومن بعد كنحكوه وكنضيفوا ليه شويه ديال مسحوق التنظيف مع شويه ديال الماء دافي. كيف ممكن تضيفوا اي نوع ديال المعطرات. هنا كيبقى لكم الاختيار، سواء كديروا عليه الماء سخون ولا انكم كتطلعوه يعني الغليه الاولى كتضيفوا عليه، كتاخذوا واحد التويب اللي كيكون رطب وكتمشيو للزربيه ديالكم كتبقاو دوزوا يا بغطايه يا بديك غير بيدك، كتمشي للبلاصه اللي عندك فيها لي تخاص وكتبقاي تنظفي. واكيد هاد الطريقه كتستعمليها بالسريجمات كيكونوا مهويين باش هكا تنشف لك الزربيه على حقها وطريقها. جربيها غادي تعجبك ان شاء الله. ونتمنى منكم اخواتي انكم تجربوا هاد الفكره هذه اللي غترد لكم الزاج كيشعل. كناخذوا هنا واحد القطعه ديال الفاخر، كنعصروا عليها شويه ديال الحامض وكنهرمشوها هكا في واحد البلاستيكه، ومن بعد كنضيفوا ليها شويه ديال الحامض. من بعد كيف ممكن انكم ديروا غير ديك الكميه الحامض الا درتوا واحد الكميه كثيره، كنضيفوا لها شويه ديال مسحوق التنظيف. من الاحسن انه يكون بودره، وكتمشي ولا لا كتجيبوا واحد الحليفه وكدوزوا على الكويسات ديالكم كما بغى يكون الوسخ كتزول لكم بقع ديال اتاي الصفوريه. جربي هاد التدبيره، شويه ديال الحامض مع شويه ديال الفاخر واكيد شويه ديال مسحوق التنظيف، دوزي ليها فريكه وردي عليا. غادي تعجبك هاد الفكره ونتمنى ان شاء الله حتى هي تولي معتمده عندك. وبالنسبه للاخوات اللي ما شافوش الفيديوهات القدام وكيسولوني على شي خلطه اللي نضفوا بها الانوكس، خصوصا دوك الديكورات اللي كنديروا هكا في الكوزينه وكذلك حتى في الحمامات، غادي نشارك معك اسهل وصفه ممكن ديريها. شويه ديال الخل مع شويه ديال البيكربونات، ما تحتاجيش ديري الخلطات اللي شاركت معكم فيهم بعض التعقيدات. هذه احسن وصفه ممكن انك تحيدي منها يعني الصدى وكذلك حتى الاوساخ اللي كتكون عندك في الديكورات ديال الانوكس. شويه ديال الخل العادي وشويه ديال الخميره ديال الحلوى وشويه ديال البيكربونات. اكيد بالنسبه للاخوات اللي عندهم يعني الحساسيه ضد بعض المواد اللي كتكون هكا شويه اسيد، ديروا غير الليغات بهكا باش تحافظوا على اليديات ديالكم. ومتدويزه وحده كتحصلوا على واحد اللمعه ما شاء الله عليها. بعض المرات كيكون عند ناس من اخواتي وكنديروه في الفريغو، من بعد ما كنجبدوه ما كيبقاش فيه داك اللوغو زوين. انا غنشارك معكم واحد التدبيره، كديروا واحد البواطه شويه ديال الماء وشويه ديال الملحه، كندوبوا داك الملحه، ومن الاحسن الا كانت الملحه الحيه ولا الملحه ديال الحجر. ومن بعد كنديروا فيها هذيك القطعه ديال السمن ديالنا كندخلوها في الفريغو، ومن بعد كنبقاو نتناولوها هكا كتبقى لكم مده طويله بداك المذاق الاصلي ديالها. وبالنسبه للاخت اللي سولتني على مطيشه كيفاش نحتفظوا بها، كنظن انك عاد اول مره تحت يعني غتشاهدي القناه ومازال ما شفتيش الفيديوهات كما قلت لكم. طريقه جدا بسيطه ونتمنى ان شاء الله تحتفظوا بها حتى نتوما. كتاخذوا صوص طوماط ديالكم ولا مطيجه معجونه ديالكم كديروها في واحد البلاستيكه وكتبسطوها يعني على حساب الحجم اللي بغيتو نتوما، رقيقه او غليظه، وكتوزعوها هكا القطع كما كتشوفوا معايا، كبيره او صغيره على حساب الاستهلاك ديالك نتيا والمده اللي يعني كتصبر لك مطيشه. كنتي كتستعمليها بواتيره كبيره ديري قطع كبيره، ولا كنتي كديري داكشي حدو قدو ديرهم قطع صغيره. كندخلوها للفريغو حتى كتكون جوله، ومن بعد كنحيدوا ديك البلاستيكه وكناخذوا واحد البواطه وكننظموا فيها هاد القطع ديال صوص طوماط. وكما ديما ودائما كنقولها لكم، خذوا واحد الورقه وكتبوا عليها انتهاء مده الصلاحيه، هكا كتبقى لكم صوص طوماط محافظه على راسها وما تحتاجيش انك كل مره تضيفي لها شويه ديال الزيت كما كنعرفوا دغيا كتفسد. وبعض المرات كنوجدوا كيك وكيبقى لينا واحد الطرف وكنبغيو اننا نحتفظوا به بداك الديزاين اللي او ديك الزواقه اللي درناها. هنا اخواتي كتاخدي واحد البواطه اللي كتساعدك باش انك تحتفظي بداك الكيك ديالك وكديريه في الغلاقه ديال ديك البواطه، وعاد كديري عليها الجهه الاخرى، وهكا كتحافظي على الكيك ديالك. اخوا كتبغي تجبديه كيتجبد بكل سهوله. وبالنسبه للاخت اللي قالت لي شي طريقه باش ننظموا بها اللحوم وكنعرفوهم يعني الثمن ديالهم مرتفع في الاونه الاخيره، هنا غنشارك مع طريقه مسهل منها. كناخذوا القطع ديال اللحم ديالنا ديال الدجاج، واكيد كنقطعوه على حساب القطع اللي بغينا حنا والاستهلاك اليومي ديالنا. كنديروا واحد البلاستيكه كنديروها في واحد البلاطو وكندخلوا دوك القطع للفريغو حتى كتجمد تماما، كانوا رجيلات ولا صدوره كما كتشوفوا معايا. ومن بعد كنوزعوهم على حساب يعني الاستهلاك الاسبوعي كما قلت لكم، سواء في بلاستيكه ولا في بواطه. وهذه هي الطريقه البسيطه اللي تقدري حتى تعتمديها في تنظيم اللحوم، بسيطه خفيفه.
وفي الاخير دائما كنبغي نشارك معكم بعض المنظمات وكذلك بعض الافكار اللي تقدري حتى انت تنظمي بها او تنفعك كذلك حتى في التنظيم ديال الخضر ديالك. هنا كما شفتوا بالنسبه لغسل الخضر احسن جوج ديال المكونين ممكن تستعمليها باش نحيدوا دوك المبيدات، شويه ديال الملح وشويه ديال الخل. كنخليو داك الماء واحد نص ساعه ومن بعد كنظفوه بالماء عادي. الا كنتي يا لاله من الناس اللي كيحتفظوا بكل حاجه يعني في بواطه، حاولي ما امكن ان كل بواطه ديري فيها واحد الورق او منديل ورقي باش هكا تحافظ ليك على الخضر ديالك، خصوصا الا كانت الثلاجه ديالك كتطلق لك الندا. وهادو بعض المنظمات ديال الخضر اللي تقدري حتى انت تقتنيهم باش هكا تبقى لك يعني الخضر ديالك محافظه على راسها مده طويله. وكما شفتوا بالنسبه للخس حتى هو كنديروه في ديك الشبيكه، كنحيدوا له دوك الزوائد ديال الماء كامله وكنفرشوا ليه شويه ديال الورق ديال المطبخ وكنحتفظوا به حتى هو كنفرز يعني ورقه على ورقه. ملي كنبغيو نتناولوها كنجبدوا الكميه اللي بغينا. وصلنا للنهايه ديال الفيديو، نتمنى انه يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا منه. وكما ديما الا كانوا عندكم بعض التساؤلات او الافكار بغيتوا تشوفوها على القناه، نتمنى ان شاء الله تخليوها ليا في التعليق. كنقول لكم شكرا لكم بزاف حيت بقيتوا معايا حتى الاخر ديال الفيديو. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. خليت لكم راحه الله، في امان الله، السلام عليكم.